السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنتكلم على معيار خاص بالشركات المدرجة في البورصة الليستد انتيتيز بس. تمام. المعيار ده إلزامي بالنسبة لها، لازم تطبقه، إنما الشركات الغير مدرجة في البورصة فاختياري بالنسبة لها، عايزة تطبقه ماشي، مش عايزة تطبقه براحتها. تمام، بس وانس إنها قررت إنها تطبقه لازم تطبق المعيار زي ما اتقال. تمام. طيب معيار النهاردة اللي هنتكلم عليه IAS 33 اللي هو earning per share أو اسمه EPS. تمام. هنتكلم أول حاجة فيه على الأوبجيكتيف، إيه الهدف من المعيار أو استخدامه. بنستخدم ال ABS ده في إيه؟ طيب، أول حاجة لما نرجع نفتكر مع بعض المعيار البرزنتيشن IS1. تمام، معيار IS1 كان بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الفول سيت أوف فاينانشال ستيتمنتس هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن البروفيت أند لوس ستيتمنت، والفاينانشال بوزيشن ستيتمنت، والكاش فلو، والتشينج ان ايكويتي، والديسكلوجر والنوتس. تمام، دي الفول سيت. طبعا لازم نعرف ان القوائم الماليه كلها مهمه. تمام، بس بتختلف الاهميه النسبيه من قائمه للتانيه حسب اليوزر. تمام، يعني لما نيجي نتكلم مثلا على الكريديتورز والاكونتس بيبل، المهم بالنسبه لها ان هي تشوف مثلا ايه الريسورسز اللي عندك اللي هتولد لك ايراد، اللي هتعمل جنريتنج للريفينيو او جنريتنج للكاش. البنوك مثلا تيجي تبص على حجم الديت عندك قد ايه، الاستراكشر بتاع التمويل، الفاينانسنج ستراكشر، انت بتعتمد قد ايه ايكوتي وقد ايه لايبيلتي. تمام. نيجي نشوف نيجي نشوف الانفستورز او البوتنشال انفستورز، يهمهم جدا ان هم يشوفوا الشركه فيها ارباح او لا. تمام، فيبصوا على ايه؟ يبصوا على قائمه البروفيت او اللوس. فلما نيجي نشوف كده مع بعض ان قائمه البي بروفيت او لوس تبقى مثلا عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن انا عندي مثلا الشركه حققت ايراد ريفينيو 100 مليون، وعندي اكسبنس مثلا 70 مليون، بروفيت 30 مليون. تمام. طيب، كده انا عرفت، بصيت على البروفيت اند لوس ستيتمنت، عرفت ان انا كسبان قد ايه كشركه. انا كواحد شير هولدر انا عايز اعرف انا كسبان قد ايه، واول سؤال يجي في بالي نصيبي من الارباح دي كلها اللي هي ال 30 مليون دي، نصيبي منها قد ايه. تمام. طيب، علشان كده جت اهميه المعيار ده. طيب، لو انا الشركه دي كلها ملكي فالارباح دي كلها بتاعتي. طيب لو احنا اتنين شركاء في الشركه فالارباح دي بتاعتنا احنا الاثنين، نقسم الارباح على اتنين. طب لو ثلاثه، لو اربعه او خمسه، الموضوع بسيط. انما بتظهر المشكله في حال وجود عدد كبير من المستثمرين او عدد كبير من الاسهم، من المساهمين عفوا. تمام. وده بنلاقيه في الشركات المدرجه في البورصه. بتلاقي عدد مستثمرين كبير جدا. تمام. عدد المساهمين ده ممكن يتغير في حال مثلا حد نقل من واحد للتاني، او في حال مثلا ان حصل اصدار جديد للاسهم فانا حصتي اتغيرت. فانا برضو مش عارف، انا معايا عدد اسهم ثابت بس انا عايز اعرف ال الارباح بير شير قد ايه، عشان ابقى عارف انا الموضوع رايح فين وجاي منين. وعدد الاسهم لو زاد فبالتالي الايرننج بير شير هيقل. تمام، لان احنا بنوزع البروفيت attributable to the ordinary shareholders على الويتد افريج للاوتستاندينج شير هولدرز يعني، او الاوتستاندينج اوردينري شيرز. تمام. فمن هنا تظهر المعيار ده، تظهر اهميه المعيار ده. فنيجي نشوف ان مثلا انا عندي هنا مثلا الاي بي اس كان كام؟ نقول مثلا كان 3.2 مثلا، او 3 دولار بير شير. تمام كده. طيب، نقول مثلا عدد الاسهم الموجوده
كانت 10 مليون. لو قلنا ان عدد الاسهم اللي مصدره 10 مليون. تمام. فده اول استخدام للاي بي اس، الايرنينج بير شير. طيب نيجي نبص على رقم بي. ايه تاني ممكن نكون بنستخدمه؟ الاستخدام التاني بيتكلم في ايه بقى؟ ان انا عندي شركتين والاتنين مدرجين في البورصه. تمام. بس الفكره ان انا عايز اقارن بينهم، اشوف ربحيه كل سهم قد ايه. فعندي شركه جهينه وعندي شركه بيتي. تمام. طيب شركه جهينه وبيتي لما اجي اشتغل عليهم، جيت اول حاجه بقارن البروفيت. لقيت ان انا عندي شركه جهينه كسبانه 30 مليون، ولقيت ان شركه بيتي كسبانه 50 مليون. طيب كده بالنسبه لي شركه بيتي هي زي الفل، مفيش عليها غبار وممتازه جدا، يعني انا اتمنى استثمر فيها لغايه كده، لغايه البروفيت. بس عايزين زي ما قلنا ان احنا عايزين نشوف البروفيت ده متوزع على كام واحد. تمام. علشان نشوف ربحيه السهم قد ايه. فجيت بعد كده بشوف عدد الشيرز. لقيت ان جهينه عندها 10 مليون سهم، ولقيت ان بيت عندها 50 مليون سهم. كده النظره اختلفت، وكده الموضوع اختلف. يبقى انا عندي الاي بي اس، ربحيه السهم الواحد في جهينه 3 دولار بير شير، وفي بيتي 1 دولار بير شير. طيب في الاول از بروفيت كنا نختار بيتي، بس دلوقتي بقى شفنا الايرننج بير شير، لا كده هنختار جهينه. ليه؟ لان ربحيه الفرد او ربحيه السهم 3 دولار كل سهم. تمام. فالمنفعه هنا اعلى، فبالتالي الايرننج بير شير فادك في ايه؟ فادك في الكومبارابيلتي. تمام. ومش بس بين الشركات وبعضها، لا ده انت ممكن الشركه من شركه لشركه. قصدي الشركه من فتره للتانيه. يعني ايه؟ لو انا شركتي في 22 كانت كسبانه رقم، طيب كسبانه 50 مليون زي ما قلنا، جيت مثلا في 23 لقيتها كسبانه 70 مليون، بس في نفس الوقت الايرننج بير شير اختلف، نتيجه ان انا خدت او اصدرت او زودت راس المال في السنه 23. لما اصدرت راس المال الاي بي اس اختلف. تمام. فبالتالي نتيجه زياده الكابيتال اللي عندي هيؤدي الى ان انا بقى عندي اصول عملت لها امبلويمنت في الاوبريشن بروسيس عندي. تمام. ينتج عنها ان في اختلاف في الارباح، المفروض تبقى بالزياده. ليه؟ لان انت زودت مثلا نقول ان انت زودت العمليه الانتاجيه بتاعتك، عملت اكسبانشن عندك في العمليه الانتاجيه، فالمفروض تعود عليك بايه؟ بزياده الارباح. تمام. فبشوف الكابيتال اللي انا زودته اسهم قد ايه في زياده الايرننج بير شير، او في التاثير او التغير على الايرننج بير شير. يبقى برضو زي ما احنا بنعمل كومبارابيلتي بين شركتين مثلا في نفس النشاط، لا انت ممكن تعمل كومبيرنج ما بين نفس الشركه من فتره للتانيه. طيب ايه تاني؟ رقم سي. لو جينا نقول مثلا انا عندي شركه جديده في السوق اسمها لامار. تمام. الشركه دي نوت ليست، بس انا عايز اجيب لها ايه؟ فير فاليو. طب هجيب لها فير فاليو ازاي؟ عايز اعمل لها تقييم. طيب جيت عملت حاجه تانية. الشركات الليستد عندها اي بي اس، وعندها ماركت برايس، ام بي دي ماركت برايس بير شير. فانت لما تاخد الماركت برايس بير شير وتضربه في عدد الاسهم اللي عندك يجيب لك قيمه الشركه. جميل. طيب باجي استخدم هنا ايه بقى؟ حاجه اسمها برايس، حاجه في الريشيوز اسمها برايس تو ايرنينج، ايرنينجز ريشيو. عباره عن ايه؟ عباره عن انه بيقول لك اقسم لي الماركت برايس على الاي بي اس، يطلع لي ايه؟ حاجه اسمها بروفيت مالتبلاير.
الحاجات دي مش مكتوبه في كتاب المعايير، بس انا بوضح لك ايه هي استخدامات الاي بي اس في حد ذاتها عشان بس تبقى متخيل الموضوع. مالتبلاير. طيب لو جينا نقول مثلا ان شركه جهينه وبيتي. جهينه مثلا الماركت برايس بتاعتها 500 جنيه، والاي بي اس بتاعها نقول 50 بير شير. تمام. دي اماونت ال اي، ودي ال اي. اماونت على اماونت يطلع لك كام؟ حاجه اسمها تايمز 10. يعني ان ربحيه السهم او الماركت برايس قد ربحيه السهم 10 مرات. يعني انت مثلا لو مشينا على نفس الارقام لمده 10 سنين، فانت الارباح اللي هتاخدها من ورا السهم هتعادل قيمه السهم في السوق. تمام. فدي 10 تايمز. وهنا النتيجه بالتايمز ليه؟ علشان المخرج او الاوتبوت بتاع المعادله دي هو ان ربحيه السهم قد عفوا قيمه السهم السوقيه قد ربحيه السهم كام مره. عشان كده هي تايمز. في بيتي نقول مثلا كانت 200 جنيه الماركت برايس ال اي، على الاي بي اس كان مثلا ب 40 ال اي، برضه عشان الشركه مش كبيره قوي زي جهينه، فطلع ان هي قدها 5 مرات. ايه دخل لامار في الموضوع بقى؟ قال لك لامار تعمل ايه؟ لامار تعرف ان هي تجيب ال 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 يعني الايرننج بير شير. ازاي؟ ان انت لما تيجي تشوف اي كابيتال ستراكشر لشركه حتى لو دبليو ال ال، انت بتيجي تقسم راس المال لحصص. تمام. زي مثلا لو انا جيت اعمل مشروع مع نفسي، جيت دخلت صحابي قلت لهم يا جماعه هنعملها نظام حصص او نظام اسهم. السهم مثلا ب 10000 جنيه، فانت عايز تخش ب 10 اسهم، 10 اسهم في 10000 تدفع 100000، وهكذا. واحد عنده قدره ان هو يخش ب 50000، يبقى 50 حصه، يبقى 50 في 10000 بنص مليون. تمام. فاقدر اجيب الايرننج بير شير. اللي ما اقدرش اجيبه الماركت برايس. ليه؟ لانها مش شركه مدرجه في السوق او في البورصه، فاعرف اجيب لها سعر سوق. تمام. فانا عندي هنا الاي بي اس بكام مثلا؟ نقول الاي بي اس بتاعها مثلا 7 جنيه. طيب 7 جنيه دي هضربها في، نقول مثلا حجمها زي شركة بيتي، يبقى اضربها في 5. يبقى 7 في 5 35 ال اي، وده الماركت برايس بير شير لشركة جهينة لامار. عفوا شركة لامار، لأن جهينة كده كده مدرجة. جت لامار بقى عايزة تجيب بقى القيمة بتاعتها كاملة. اضرب يا باشا، عندك اهو الماركت الاستيميتد بقى، خلينا نكتب أفضل. استيميتد فير فاليو للسهم الواحد ب 35. اضرب في عدد الاسهم يطلع لك القيمه السوقيه لمين؟ للشركه بتاعتك كلها. تمام. طيب فكده نقدر نقول ان احنا عرفنا استخدامات ايه؟ استخدامات الايرننج بير شير. طيب تعالى بقى نشوف معادله الايرننج بير شير وايه هو. لغايه كده حد عنده استفسار في حاجه؟ احنا ما اتكلمناش في المعيار لسه، احنا بس بندي بريف سريع كده عن المعيار ويستخدم فين. النق- النق- النقطة الأخيرة دي بعد إذنك يا أستاذ معاذ، ممكن توضح لها أكتر بعد إذنك؟ طيب النقطه الاخيره لا دي انت لا، هتاخدها، الماركت بيرشير. طيب هتاخدها برضو في معيار بتاع اي اف ار اس 13. دي هناخدها اكتر بالتوضيح في اي اف ار اس 13 اللي هو الفالويشن. الفكره هنا ايه؟ احنا قلنا شركه لامار ما هياش شركه مدرجه في البورصه، فمش عارف اجيب للاسهم بتاعتها قيمه سوقيه. طيب عايز اخد لها مثال او حاجه زيها تكون مدرجه عشان اعرف اجيب من خلالها الشركه المدرجه دي، من خلالها اجيب متوسط الشركه بتاعتها او قيمه الشركه بتاعتها، الاستيميشن بتاعها، الفير فاليو بتاعتها. ازاي؟ بروح اشوف حاجه اسمها البروفيت مالتيبلاير. البروفيت مالتيبلاير ده عباره عن ايه؟ عباره عن الماركت برايس لشركه جهينه. شفت سعر السهم في السوق قد ايه؟ لقيته ب 500 جنيه.
طيب وربحيه السهم 50. معنى كده ان الماركت برايس اللي هو سعر السهم في السوق قد ربحيه السهم 10 مرات. في نفس الوقت شركه بيتي برضو ربحيه الماركت برايس 200 جنيه والسهم بيكسب 40، يبقى الماركت برايس قد الاي بي اس او الايرننج بير شير 5 مرات. تمام. فانا شايف، انا شركتي كلامار، انا شايف ان انا في حجم بيتي. تمام. واضح ان جهينه قديمه في السوق وواخده ماركت شير محترمه، علشان كده الماركت برايس بتاع الشير بتاعها بتاع السوق، الماركت برايس بير شير للسهم عالي، شكلها قديمه. بيتي لسه قريبه زيي، فايه اعرف اقيم زيها. بس هي الفرق ان هي شركه مدرجه في البورصه، انما يا عم انا فاميلي كوربوريشن، انا شركه عاملها انا وقرايبي انا واصحابي. تمام. طيب جيت انا عندنا في لامار عرفت اجيب الاي بي اس ازاي؟ بجيب الارباح بتاعتي اقسمها على حصص الكابيتال، حصص راس المال. انا عندي كام حصه؟ زي ما قلنا نقول مثلا 100 حصه، بس هي مش مدرجه في البورصه. تمام. بس بتتقسم برضو الحصص. طيب جبت الايرننج بير شير، انا بقى عايز اجيب سعرها في السوق، فمش عارف لانها مش مدرجه. فعملت ايه؟ خدت شركه مماثله ليها مدرجه في البورصه، وشفت البروفيت مالتيبلاير بتاعها وضربته فين؟ في الايرننج بير شير بتاعي، يطلع لك ان القيمه السوقيه ب 35. انت لو خدت بالك من المعادله دي اللي هي بتاعت لامار، ما هي الا بس تغيير في الترتيب مع اللي فوق. يعني الماركت برايس على الايرننج بير شير يطلع لك البروفيت مالتيبلاير. طيب في معالجه لامار، في معادله لامار، انا معايا الايرننج بير شير ومعايا البروفيت مالتيبلاير وناقص الماركت برايس، بس انت بتحرك من مكان لمكان يطلع لك الماركت برايس بير شير واستيميتد. ودي طريقه من طرق تقييم الايه الشركات. تمام. يطلع لك القيمه السوقيه للسهم للامار ب 35، اضرب في عدد الاسهم يطلع لك القيمه السوقيه لشركه لامار. واضحه كده؟ واضح طبعا كده يا استاذ. زي الفل. ندخل يا باشا على اللي بعديه. طيب لما نيجي نتكلم بقى على الايرننج بير شير وندخل في صميم المعيار. الايرننج بير شير انا عندي نوعين منه. اول نوع اسمه بيزك، بيزك اي بي اس، بيزك ايرننج بير شير. تمام. المعادله بتاعته بتقول ايه؟ بيقول لك والله بص، انا الاي بي اس هي بتساوي النت بروفيت attributable to the ordinary share holder. تمام. على الويتد افريج للنمبر اوف ordinary shares outstanding. تمام كده؟ طيب انا هنا بقول net profit attributable to ordinary shareholders والويتد افريج للنمبر اوف ordinary shares outstanding. من الكلام ده احنا عاملين ordinary share ordinary share. طيب هو ليه ordinary ومش ordinary؟ علشان خاطر انا عندي two types of shares. ايه هما؟ عندي في حاجه اسمها ordinary، ده السهم العادي. وعندي نوع تاني اسمه preference. لما تيجي تشوف الاستراكشر، الكابيتال ستراكشر بتاع الشركه، ممكن تلاقي فيه اوردينري شيرز اللي هي اسهم عاديه واسهم ممتازه. ايه اللي فيهم؟ السهم العادي ده
يبقى في حاجه اسمها بار فاليو. لما انا اجي النهارده اصدر شركه، فبقول والله يا جماعه البار فاليو $3، القيمه الاسميه عفوا القيمه الاسميه للسهم اسمه بار فاليو. طيب ايه الاسهم دي بقى؟ الاسهم دي لما بتصدرها بيبقى لها شويه حقوق. زي ايه؟ الفوتنج رايتس، يعملوا فوتنج على القرارات. هنعمل توزيعات، مش هنوزع السنه دي، عايزين ناخد قروض، عايزين نعمل اكسبانجن في الاوبريشن بتاعنا. ليهم حق الفوت ان هم يقول لك اه دوس في الحاجات دي احنا معاك او لا. تمام كده. الحق التاني ليهم حاجه اسمها distribution of assets. يعني ايه؟ في حاله الليكويديشن لما يحصل تصفيه للشركه، الناس دي او حمله الاوردينري شير هولدرز ليهم الحق ان هم ياخدوا المتبقي من الشركه او من الاصول بعد سداد التزاماتها، اللي هي النت اسيتس. لما تيجي شركه بتصفي بيبدا ايه؟ يطلع الديون بتاعته. فتطليع الديون دي ليها ترتيب في اخر الصف بتاع الاوردينري شير، حامل السهم العادي اقف في الاخر، واللي يفضل خده، ما فضلش براحتك. تمام. طيب ايه الحق الثالث مثلا؟ عندك ليه حق في حاجه اسمها الديفرنس. ليه حق ان هو ياخد توزيعات بناء على الديكلاريشن. تمام. لما تيجي الشركه تعلن عن توزيعات، هو بياخد توزيعات. ملوش توزيعات ثابته، حسب الشركه ما توافق او ترفض بناء على الرؤيه بتاعتها. تمام. رقم 4، حاجه اسمها بريمتيف. البريمتيف رايت ده يعني ايه؟ او مفاده ايه؟ هو بيقول لك ان انا مثلا، انا كمعاذ، انا داخل في شركه، الشركه دي فيها مليون سهم، انا مشتري منها 600,000 سهم، فانا يعتبر ليا 60% فليا كنترول. طب جت الشركه دي عايزه تعمل تاني، تصدر اسهم جديده. تمام. المفروض انه يرجع لنا الاول، يقول له والله يا معاذ احنا هنصدر مليون سهم تاني، تدخل تشتري ولا ما تدخلش؟ طيب ايه الفايده؟ ان انا عايز احفظ الكنترول بتاعي زي ما انا، فانت لو هتصدر تعالى لي علشان اللي انت هتصدر منه جديد برضه هشتري منه 60% عشان افضل انا معايا حصه الكنترول، الكنترول انترست تفضل معايا انا. تمام. طب لو قلت له لا مش هشتري، ساعتها يصدر مليون تاني، يبقى انا ليا 600 مليون او 600 الف سهم، من 2 مليون حصتي نزلت ل 30، ففقدت الكنترول. تمام. فالبريمتيف رايتس دي بيرجع لحمله الاسهم الموجودين الاكزيستنج شير هولدرز، يقول لهم يا جماعه احنا هنصدر اسهم جديده، هتدخلوا عشان تحافظوا على الحصص بتاعتكم تشتروها، ولا نعلنها للغير، الناس اللي بره، ويبقى فيها اكتتاب من الاول، واللي عايز يجي من بره يجي، والحصص بتاعتكم ساعتها ممكن تختلف. فدليل الحق ان نتكلم معاك. طيب نيجي على البريفرنس. البريفرنس حاجه من اتنين، يا اما يبقى ايكوتي يا اما يبقى لايبيليتي. طيب تيجي تسالني تقول لي ازاي بريفرنس شير وازاي لايبيليتي؟ اقول لك انت بتبص على جوهر المعامله وليس ظاهرها. طيب يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اصدر لك، تعال نشوف شكل البريفرنس شير ونشوف انت، هتوضح لك الصوره اكتر. ادي البريفرنس شير، هو سهم مثلا نقول ان هو الاوردينري كان بجنيه او بدولار، ده $100. لان ده فيه ميزه. في ميزه ايه؟ ان انت ليك 5% ديفيدند. ده بار فاليو، 5% دي ديفيدند. طيب نرجع للنقطه الرئيسيه. يعني ايه بريفرنس شير يبقى لايبيليتي، وامتى يبقى ايكوتي؟ يبقى لايبيليتي لما يتوفر فيه شرط. كده كده البريفرنس شير فيه نسبه ديفيدند، نسبه توزيعات ثابته، غير الاوردينري شير. بس لو جيت هنا في البريفرنس شير وقلت لك ان هو كولابل او ريديمابل بعد 3 سنين، او الماتيوريتي ديت بتاعته كمان 3 سنين، كده بقى لايبيلتي. لو في هنا
ماتيوريتي او ريديمبل او كولابل. كولابل يعني ايه؟ ليه حق الاستدعاء، وريديمبل نفس الكلام، وماتيوريتي ديت يعني ليه ايه؟ تاريخ استحقاق. الفرق الرئيسي ما بين الايكوتي واللايبيلتي هي ليها تاريخ استحقاق ولا لا. لان حامل السهم العادي انت صاحب شركه، مالكش وقت تسترد فيه فلوسك، انت مكمل معاه للاخر، الا لو بعت في نص الطريق. لو بعت لمساهم اخر هيركب مكانك يكمل مع شركه في نفس الطريق. تمام. انما اللايبيلتي انا ليه عندك جنيه هاخده، بغض النظر بقى عن ايه، عن إيه؟ عن الشركه كسبت خسرت انا ماليش دعوه، انا كده كده فوائدي هاخدها والراس المال بتاعي هاخده، او مش راس المال عفوا، القرض اللي انا مديهولك، لان هو هيبقى في صوره قرض. فاهم كده؟ طيب دي البريفرنس شير. نكمل بقى، قلنا اللايبيلتي ده ليه سكه ثانيه. طيب نكمل في الايكوتي. الايكوتي هو هنا بيدي لك ايه؟ بيدي لك بريوريتي. بريوريتي اولويه في ايه بقى؟ في حاجتين: الديستريبيوشن اوف اسيت، رقم اثنين الديفيدند. يعني ايه اولويه؟ يعني في حاله الليكويديشن احنا قلنا يقف في اخر الصف مين؟ الاوردينري شير هولدرز، قبلهم على طول هيقف بتاع البريفرنس شير. تمام. هيقف قبلك، فهو ليه اولويه عنك كحامل سهم عادي. في حاله الديفيدند هو ياخد قبلك برضه في التوزيعات. تمام. ليه بقى؟ لان هو الراجل ده في ازيد، هو واخد حته كده لوحده مقابلها، يعني فرق $99. المقابل ده بيضمن له نسبه ديفرنس معينه ثابته لازم هياخدها. مش مش لازم ياخدها بمعنى مختلف، هنتكلم في حته لازم ياخدها او لا دي بعدين، بس هو ليه رقم. انت ممكن مثلا لما نيجي نوزع لك تاخد تاخد دولار، تاخد نص دولار ونص، هو هياخد 5. تمام. طيب حته الديفيدند فيها حتتين، ايه هما؟ ان يبقى كوميوليتيف او نون كوميوليتيف. يعني ايه كوميوليتيف او نون كوميوليتيف؟ يعني الارباح دي بتتراكم ولا لا. يعني مثلا جيت في 2020 في ارباح، 2021 في ارباح، 2022 في ارباح. طيب لو انت كوميوليتيف وانا ما جيت ما وزعتش في الفتره دي كلها، ساعتها انا هنا ما وزعتش، هنا 21 ما وزعتش، جيت في 22 قلت يا جماعه الخير انا هوزع، يجي بتاع البريفرنس شير اللي ليه كوميوليتيف ديفيدند يقول لك لا استنى، انت ما تدينيش توزيعة السنه دي اللي هي 5، لا انا السهم بتاعي كوميوليتيف يعني بيدينا ارباح باثر رجعي، فساعتها اديله 15. ال 15 دي اللي عباره عن ايه؟ عباره عن البار فاليو في الديفيدند اللي هي هنا 100 في 5% في 3 سنين. 3 سنين دي اللي هي 2020 و21 و22. ال $100 دي البار فاليو اهي، وال 5% توزيعات دي اللي انا ملتزم بيها تجاهك ان انا هديها لك. تمام. بس مش ملتزم تبقى التزام، لا، لان البريفرنس شير هنا احنا قلنا ان هو ايكوتي لان ملوش ماتيوريتي ديت وما هوش ريديمابل ولا كولابل. جميل. طيب النون كوميوليتيف جه في 2020 برضو اهو، 20 20 ما وزعش، 21 ما وزعش، 22 وزعت، هياخد كام؟ ياخد 5. لان انت بتاخد في حاله ان احنا وزعنا، ما وزعناش خلاص ضاعت عليك. تمام. طيب ياخد $5 بس. طيب نرجع للي احنا فيه. تعالى بقى هنا كده نشوف. طيب النت بروفيت ده
النت بروفيت. النت بروفيت ده، ثانية واحدة معلش. النت بروفيت ده بيبقى بروفيت افتر. افتر ايه بقى؟ افتر تاكس. افتر ايه تاني؟ افتر حاجة اسمها النون كنترولينج انترست. دي تكتب تحتها كده اي اف ار اس 10. الكونسوليديشن ده الكراون بتاع الايفرز بلوم المجمعة. يبقى دي 1 2 3. البريفرنس شير ديفيدند. يبقى البروفيت ده النت بروفيت اتريبيوتابل تو الاوردينري شير هولدر، بيبقى الربح بعد ما تخصم منه الضرايب. ولو في حصه غير مسيطر عليها، طلع حصتهم من الارباح. ولو في بريفرنس شير ديفيدند، في توزيعات هتروح لل لحمله الاسهم الممتازه، طلعها من الموضوع. تمام. طيب البريفرنس شير دي، تعال نقول على ملاحظه. البريفرنس شير ديفيدند لو اف كوميوليتيف، فهو كده كده هياخد، كده كده ياخدهم مجمعه حتى لو انت ما وزعتش. زي ما قلنا هنا في حته 2020 دي، هو ما خدش في 2020 وما خدش في 21، بس لما جه في 22 خد الثلاثه. فلو البريفرنس شير ده كوميوليتيف، اخصمها، حطها على طول، ديدكت فروم ايرنينج او بروفيت، خدها في اعتبارك. طيب اف نون كوميوليتيف، ما تخصمهاش، تخصمها ديدكت اف declared only. لو الشركه عملت اعلان شيرها، ما عملتش خلاص. تمام. يبقى بريفرنس شير لو السهم ده كوميوليتيف، فهو كده كده ياخد فلوسه النهارده بكره بعده، كده كده ياخدها مجمعه عن السنين اللي فاتت كلها، اللي ما خدش فيها توزيعات. تمام. طيب في حال ان السهم ده نون كوميوليتيف، لا، يبقى لو شركه اعلنت هياخد، ما اعلنتش مش هياخد، زيه زي حالتنا. جميل. طيب عايزين بقى نشوف الكابيتال. ليه انواع. لما نيجي نشوف الشركات المدرجه في البورصه، هتلاقي الكابيتال ليه انواع. ايه هي؟ في حاجه اسمها authorized. تمام. ده اللي هو المصرح بيه. انا شركه جديده لسه في الاول، رحت للبورصه، يا جماعه عايزين نصدر اسهم وبتاع. قال لك طب ماشي، عايز تصدر بكام؟ قلت لهم والله خليها 100 مليون. فهنا خدت 100 مليون سهم، خدت رخصه ان انا هصدر 100 مليون سهم. البار فاليو $1. بس فعليا انا لسه في الاول، ف يعني ايه، لسه في الاول، فمش هعرف مش محتاج ده كله. خلينا الاول لما نبدا واحده واحده ونزود واحنا ماشيين. اصدرت ايشوت كام؟ 10 مليون. 10 مليون سهم. برضو البار فاليو $. في برضو حاجه اسمها بيد.
بيت ده المدفوع. يعني في ناس ممكن لما يجي يدفع قيمة السهم يدفعها لها على أقساط. تمام، فطلعه من الموضوع دلوقتي عشان ما يلخبطش الموضوع. وفي حاجة اسمها، خلينا نقول بيت دي مدفوعة فل زيها، كل الناس دافعة والحمد لله الأمور تمام، برضه $1. إنما الأوتستاندنج ده المتداول فعلا في السوق. طب هو ممكن يختلف الاوتستاندنج عن الايشود او البيت؟ لقينا ان الاوتستاندنج كام يا باشا؟ لقينا 8 مليون، 8 مليون شير. مستر معاذ، هو اول واحد اسمه ايه معلش؟ هعيدها لك تاني، هعيدهم لك تاني دلوقتي، فخلاص بس هعيدهم لك تاني. تمام كده؟ طيب، ده بار فاليو، ده الشير كابيتال انواعه، عباره عن اوثرايزد، ده المصرح بيه. انت طلعت رخصه انك هتصدر 100,000 سهم، 100 مليون سهم، بس انا ما اصدرتهمش لان انا لسه في اول السوق، انا لسه بقول يا هادي، فمش عارف الوضع يمشي معايا ازاي. لما جيت اصدرت فعليا، اصدرت 10 مليون سهم. تمام، والناس لما جت دفعت قيمه ال 10 مليون سهم، مفيش مشكله في كده. بس الاوتستاندنج بالنسبه لي 8 مليون، طب ال 2 مليون دول راحوا فين؟ الديفرنس ده راح فين؟ الديفرنس ده بقى اسمه حاجه اسمها تريجري شيرز. التريجري شيرز دي يعني ايه؟ يعني اسهم كانت متداوله في السوق، اوتستاندنج مع الناس، وانا سحبتها. انا مين؟ انا كشركه، انا نزلت لميت الاسهم بتاعتي من السوق. ازاي؟ معايا فلوس، نزلت، تعالى يا مساهم، انت عايز تبيع وانت عايز تبيع وانت عايز تبيع، لميت 2 مليون من ايه؟ من حمله الاسهم دول. تمام. طب ليه الشركه ممكن تعمل كده؟ الشركه ممكن تعمل كده مثلا عشان عايزه تعمل بونص شير، بونص ديفيدند مثلا، عايزه تعمل انكريز في الماركت برايس بير شير. ازاي؟ انها عايزه تقلل المعروض شويه. ممكن مثلا ان هي خايفه من عمليه تيك اوفر. يعني ايه تيك اوفر؟ يعني في شركه تانية عايزه تيجي تستحوذ عليا، فجات لي ودي، انا كاداره ما رضيتش، قالت لي طب خلاص خليك زي ما انت، انا هنزل الم الاسهم بتاعتك من السوق. انت اصدرت كام؟ 10 مليون سهم، عينيا الاثنين، انا هنزل الم لك 60% منهم، ساعتها بقى انا ليا كنترول عليك. تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي تخلي الشركه انها تعمل تريجري شيرز، انها تشد تاني الاسهم من ايد المساهم، او يكون مساهم رخم كل ما يجي ياخدوا قرار يقرفهم، عايزين ناخد قروض، لا عايزين نتوسع، لا عايزين نوفر فلوس التوزيعات دي، ان احنا نتوسع في حاجه تانيه او نخش في حاجه استثمار، يقول لهم لا لازم توزعوا لي. مساهم مقرف قال لك خلاص. طيب في التريجري شير انت بتقول ايه؟ تيجي تقول قيد ديبت التريجري شير كبند ديبت جوه حقوق الملكيه. حقوق الملكيه بطبيعتها كريدت، الايكويتي كريدت. لما تيجي تعمل الايكويتي التريجري شير دي بطبيعتها ديبت، ديبت اكونت. يبقى ديبت التريجري شير، كريدت الكاش لانك دفعت. تمام، فتقلل لك حقوق الملكيه. طيب نيجي بقى نشوف بنحسب ازاي. احنا كده اتكلمنا على البند اللي فوق، على النت بروفيت attributable to ordinary shareholders. طيب تعالى نتكلم على الويتد افريج. ايه الويتد افريج بقى؟ نحسب الاسهم نفسها ازاي؟ طيب نقفل دي كده ونقفل دي كده. كالكوليشن. استاذنا، اتفضل يا باشا. من فضلك قبل ما تنتقل لنقطه جديده حاول يعني بسرعه كده ادينا عشان ما نتوهش مع حضرتك يعني. سيبني بس في دي واقفل لك الحته دي على بعضها، دي اللي فاضله. يا ريت والله، يا ريت والله، تسلم لي يا استاذ. ما تقلقش. ديت، عندنا تاريخ، عندنا عدد اسهم، وهتجيب لها ويتد افريج. طيب جينا في 1/1، انا بادئ السنه بتاعتي وانا معايا 3 مليون سهم. تمام، مثلا يعني جيت يوم 1/4
لقيت ان انا الامور معايا تمام، ولقيت شركه ثانيه عايز اشتريها واستحوذ عليها، عايز اشتري خطوط انتاج جديده، عايز اشتري الات جديده ومعدات جديده، وعنده فرص استثماريه جديده، فعايز فلوس ومعيش. رحت جاي اصدرت اسهم جديده. اصدرتها امتى؟ يوم 1/4. طيب اصدرت كام مثلا؟ 6 مليون. تمام. طيب جيت برضو على 1/7، ما شاء الله الطلبات بتزيد، شركة مثلا الشركات المصرية بدأنا ما شاء الله بدأنا إيه، نبص معاها ونركز معاها، فتمام ممتاز. جينا في 1/7 أصدرنا كمان مليون. تمام. طيب جينا في 1/10 لقيت المساهم الرخم ده ومعاه 2 مليون سهم، عرفني، رحت جاي واخدهم منه. يبقى 3 6 9 1/10 ناقص 2 8. في آخر السنة 31/12 لقيت الاوتستاندنج شيرز بكام؟ 8 مليون. جميل. طيب الاسهم الاولانيه دي اللي هي ال 3 مليون دي هي معايا لمده سنه كامله من 1/1 ل 31/12، يبقى اضربها في 12 شهر على 12 شهر. ال 6 مليون التانيين اللي انا نظرتهم في 1/9 استفدت من الكابيتال لما عملت له امبلويمنت في الاوبريشن بتاعي، استفدت منه 9 شهور، يبقى في 9 على 12. جيت المليون سهم اللي في 1/9 اللي في 1/7 استفدت من الفلوس دي لمده 6 شهور، فما ينفعش اعملها نفس المعامله بتاعت 1/1، بتاعت السهم اللي موجود معايا من 1/1، لان الفلوس اللي معايا من 1/1 انا الفلوس الكابيتال اللي خدتها مقابل اصدار الاسهم انا شغلتها في البيزنس ده كله. تمام. انما اللي اصدرتها في 1/7 لا، انا ما اصدرتهاش ده كله، انا اصدرتها في 1/7 فخدتها 1/7، بدات اعمل لها امبلويمنت في البروسيس بتاعتي. يبقى في 6 شهور على 12 شهر اللي هي السنه كامله. 1/10 يبقى في 3، الفلوس دي كانت معايا لمده 9 شهور، 3 على 12 يطلع الويت الافريج كام؟ ده 3 مليون زي ما هو، ويطلع 6 في 9 على 12 ب 4.5. المليون في 6 على 12 ب 500، نص مليون. تمام. ال 2 مليون في 3 على 12 يطلع ماينس نص مليون، يطلع عندي كام؟ 3 و4.5 7.5 ونص 8. 8 شيل منه النص التريجري شير يطلع فاضل لك كام؟ 7.5 مليون. ده الويتد افريج، وده اوتستاندنج. ده الويتد افريج. تمام. طيب نرجع نفتكر مع بعض. في البيزك ايرنينج بير شير قلنا ايه؟ قلنا ان انا عندي المعادله بتاعتي بتقول الاي بي اس بتقول ايه؟ بتقول لك النت بروفيت attributable to the ordinary shareholders، سواء في الارباح يعني ايه المرتبطه او المخصصه لحامل الاسهم العاديه، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الربح بعد الضريبه وبعد ما تشيل النون كنترولينج انترست اللي هي الحصه الغير مسيطر عليها، ودي في معيار 10 في الكونسوليديشن اي فرست، وتشيل منها التوزيعات بتاعت بيرفرنس شير ديفيدند. تمام، لان الناس دي كده كده هتاخد فلوسها قبلك فانت بتاخد بعديهم. حلو كده. طيب قلنا ان انا عندي نوعين من الاسهم، في اوردينري شير وده سهم عادي. السهم العادي ليه 4 حقوق: ليه فوتنج، ليه حق في الديستريبيوشن اوف اسيتس في حاله الليكويديشن، وبيكون ليه الديفيدند حق في الديفيدندز، وبيكون ليه بريمتيف رايتس حقوق الشفعه. تمام. البريفرنس شيرز يا اما بيكون لايبيليتي يا اما ايكويتي. لايبيليتي في حاله ايه؟ ان هو يكون ليه ماتيوريتي ديت، او يقول لك ان هو ريديمابل، او يقول لك ان هو كولابل. يعني ايه؟ يعني هو هيتم استرداده في وقت معين. طالما اتحدد له وقت استرداد معين كده بقى لايبيليتي، لان حامل السهم هو مالك في الشركه، مالك الشركه يفضل معاه لغايه الاخر. تمام. طيب البريفرنس شير ليه اولويه في الديستريبيوشن اوف اسيت وليه اولويه في الديفيدند. طيب الديفيدند نوعين: يا اما كوميوليتيف ان هو ياخدها باثر رجعي تراكميه يعني، يا اما نون كوميوليتيف
طيب نيجي نبص على الاسهم اللي هي البريفرنس شير. البريفرنس شير لو هي كوميوليتيف خدها في اعتبارك حتى من غير ما يعملوا ديكلاريشن. طب لو نون كوميوليتيف لما يعمل ديكلاريشن خده في اعتبارك، خفضه من ايه؟ من النت بروفيت. طيب انواع الشير كابيتال، يا اما اوثرايزد يا اما ايشود يا اما بيد يا اما اوتستاندنج. الاوثرايزد ده المصرح بيه طبقا للرخصه، انما الايشود ده اللي تم اصداره فعلا. البيد ده اللي تم سداده، لان بيقول لك ان في اسهم ممكن تسدد على اقساط حسب الشركه ما تقول. الاوتستاندنج هو اللي بيتم تداوله، ده التداول. طب ايه الفرق؟ الاوتستاندنج ده المتداول فعلا. ممكن اللي يفرق الاوتستاندنج عن البيد او الايشود اللي لو في تريجر ستوك. التريجر ستوك اسهم خاصه بالشركه، الشركه نزلت لمتها من السوق تاني. ايه الاسباب؟ زي ما قلت لك، ممكن يكون ان هي عايزه توزع بونص شير بس مش هتوزع فلوس، هتوزع ايه؟ هتوزع اسهم. طيب ايه تاني؟ ممكن يكون الشركه خافت من عمليه تيك اوفر، في شركه بدات تستحوذ عليا مش عن طريق الاداره بقى او اجريمنتس ونيجوشيشنز وبتاع، لا، سبق في حالك وراح جاي نازل لف على مين؟ على الاسهم. تعالى انت عايز تبيع، السهم كام؟ 100، خد 105. لم لو لم مثلا 60% بقى ليه كنترول عليك، يتحكم في قراراتك ساعتها. تمام كده؟ او ايه تاني؟ ان هو زي ما قلنا كده، يكون مثلا ايه؟ ان انا عايز ازود الماركت برايس بتاعي فبقلل المعروض. طيب لما نيجي بقى نشوف مثلا لو قلنا ان لو جينا ناخد ارقام بقى، لو انا عندي مثلا بريفرنس شير دول مليون و200، مليون و200 سهم. تمام. طيب ونقول ان النت بروفيت هنا، النت كان كام؟ كان مثلا نقول 30 مليون زي ما قلنا فوق، ناقص المليون و200 سهم. خلينا نكتبها هنا 1.2 في 100 في 5%. المليون و200 سهم اللي هو عدد الاسهم البريفرنس شير، ال 100 اللي هي البار فاليو، في 5% اللي هي الديفيدند ريت. تضرب ده كله في بعضه يطلع لك كام؟ يطلع لك 6 مليون. يبقى انا كده عندي كام؟ النت بروفيت attributable to the ordinary shareholders ب 24 مليون. تمام؟ على الويتد افريج، الويتد افريج للنمبر فور ordinary shareholders outstanding، الويتد افريج كان كام؟ كان 7.5 مليون زي ما حسبناها تحت. يطلع الاي بي اس كام؟ يطلع، معلش يبقى الحاسبه بس، 24 مليون على 7.5 طلع 3.2 دولار. ربحية السهم بالنسبة لي 3.2. تمام كده؟ طيب نتكلم في كام نقطة برضه في الجنب وبعد كده اسيب لكم الأسئلة. هل معنى إن أنا عندي أرباح إن أنا أوزع؟ السؤال الشهير يقول لك أنت محقق أرباح ليه ما وزعتش؟ علشان خاطر قرار التوزيع لازم يكون متوافق عليه من مجلس الإدارة ومن حملة الأسهم. تمام؟ طيب إيه اللي ممكن يخليني إن أنا معايا معايا محقق أرباح وما وزعش؟ والله أنا داخل على عملية اكسبانشن. تمام، عمليه توسع. انا شركتي بوتنشال فيها، يعني في قدام فرص استثماريه، انفستمنت بوتنشال، يعني عندي فرص استثماريه كتيره. فيا جماعه الخير احنا مش هنوزع الفلوس دي، نستثمرها في حاجه تانيه. او ان مثلا يكون عليا ريستريكشنز. يعني ايه ريستريكشنز؟ يعني البنك قال لي وانا راح اخد منه تمويل، قال لي خد بالك انت ما توزعش لحد لغايه انا ما اخد فلوسي. تمام، فدي ريستريكشن. تمام. او مثلا ان انا هتوسع في خطوط انتاج جديده، فانا محتاج الكاش في حاجه. تمام، طالما محتاج الكاش مش هوزع رغم ان انا عندي ارباح. ملهاش علاقه. توزيعات الارباح لازم تعمل لها ديكليريشن، قرار او مقترح توزيع من مجلس الاداره ويتوافق عليه فين؟ في اللجنه، في الجمعيه العموميه او في اجتماع مجلس الاداره ويتعرض على المساهمين. تمام. لو حصل ان في توزيع، ممكن ان التوزيع يتم على اقساط. يقولوا لهم مثلا والله احنا هنوزع مثلا 2 دولار او دولار، هنوزع في واحد 4 نص دولار، وفي واحد 7 او واحد 9 نص تاني، علشان خاطر ما يطلعش الكاش اللي عنده كله بره.
تمام. فوجود الارباح ملوش علاقه ان لازم يكون في توزيعات. وجود الارباح دي حاجه كويسه، بس مرتبط بوجود الكاش واستخداماته. تمام. في حال وجود ديكلاريشن من مجلس الاداره وموافقه المساهمين فانت بتوزع، عكس كده مفيش. طيب، حته مثلا هل البريفرنس شير ممكن يكون موجود فيهم حاجه كوميوليتيف وحاجه نون كوميوليتيف، او يكون مثلا ليهم فوتنج رايتس او غير كده؟ الكلام ده كله ممكن يكون باتفاق مع الاداره على حسب الشروط والرايتس اللي الاداره مدياها لحمله الاسهم. فممكن تلاقي في الكابيتال ستراكشر كل انواع الاسهم اللي انت عايزها. تلاقي اوردينري، وتلاقي بريفرنس وذ كوميوليتيف، وبريفرنس without كوميوليتيف، وتلاقي بريفرنس مع حق الفوتنج ومع حق البريمتيف رايتس، والكلام ده كله دي بناء على اتفاقات مالهاش علاقه. تمام. زي ما قلنا، طبيعه التريجري شير ان هي ديبت جوه الايكوتي. الايكوتي بتاعتها هي كابيتال. تمام. هي دي الكابيتال، عفوا. هي طبيعه الايكوتي انها كريدت. التريجري شيرز بتخفض الايكوتي. تمام كده، لغايه ما تاخد قرار بقى في الاسهم دي، يا اما تعيد اصدارها تاني يا اما تعدمها. ده بناء على القوانين بتاعه الدوله نفسها. تمام. طيب، لغايه كده احنا خلصنا المقدمه وفائده الاي بي اس، وخلصنا البيزك ايرنينج بير شير. لغايه هنا حد عنده استفسار؟ طيب، يعني مش عارف اسكت، ده حاجه مطمئنه ولا لا؟ مش عارف. هو ممكن مستر تدي معاذ، الامتحان هو الإجراء دي؟ حضرتك بتبقى حاطط مثلا يعني جدول لكل سيشن احنا هنخلص ايه وكده، ولا مثلا لا نشوف احنا مثلا وصلنا لايه وفاضل ايه يعني؟ ممكن حضرتك توضح لي حاجه زي كده؟ يعني طب مثلا حضرتك حاطط خليني في الاخر ارد لك على السؤال ده، بس عشان بس خلينا في السيكونس اللي احنا ماشيين بيه، وهرد لك على السؤال ده ان السيشن. شاء الله. تمام، هكتب ماشي عندي يا دكتور. هكتبه عندي وهقول لك في الاخر. حاضر. ماشي، اتفضل. دكتور، اتفضل. هي ممكن في الامتحان يجي مثال بالطريقه ديت، ولا الموضوع لا بيبقى؟ لا لا لا، انا بوضح لك امثله الامتحان بتبقى مختلفه عن كده. امثله الامتحان مم. غالبا بيجيب لك، يا اما يجيب لك السؤال لوحده، يا اما يربطه لك بمعايير تانية. يقول لك والله ان انا مثلا كان عندي مشكله في امتحانات، خلينا في الاخر احل لك سؤال امتحان وتشوف. تمام. تمام. طيب، حد يا جماعه عنده سؤال تاني ولا ننقل؟ طيب، في الحاله الاولى احنا اتكلمنا على حاجه اسمها البيزك ايرنينج بير شير. نيجي على الثانيه. الثانيه اسمها diluted EPS. يعني ايه diluted EPS؟ دي حاجه افتراضيه. تمام. ممكن تحصل. ايه اللي فيها؟ طيب، انا عندي في الحاله دي بيكون عندي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها potential POS، potential ordinary share. يعني ايه potential ordinary share؟ يعني في اسهم تانية بصدرها او ادوات ماليه تانية بصدرها، بس بقول ان انت محتمل او عندك احتماليه ان انت تحولها لاوردينري شير. تمام. فلو هتتحول خدها في اعتبارك. تمام. طيب، زي ايه مثلا؟ تعال. رقم واحد، حاجه اسمها الشير اوبشن. الشير اوبشن ده فيه ايه بقى؟ بيقول لك فيه ان انا لو شركه وعندي سي او شاطر جدا وبياخد قرارات استثماريه جامده جدا وفي الاوبريشن شاطر جدا وانا عايز احتفظ بيه. زمان كان يقول لك والله لو حققت لي ارباح كذا هتاخد بونص كذا، سواء نسبه او مبلغ مقطوع ايا كان. فانت لما بتحدد رقم معين مرتبط بالارباح، ده بيدي طريق للسي او انه يتلاعب بالقوائم الماليه. ازاي؟ عندي بروفيجن المفروض اسجله، معلش اجله السنه الجايه. دي تضرب معاك فين بقى؟ حته الايدكس، الاخلاقيات. وسؤال الايدكس بيجي كده، يقول لك ان في مدير مالي عايز يضرب في حاجه. طيب، ايه تاني؟ والله بروفيجن مش هسجله دلوقتي،
انا عامل ماركتنج كامبين جامده قوي، هتخدم معايا من 1/10 ل 31/3، فقطعت في السنه في النص. عند انا السنه الماليه بتاعتي تنتهي في 31 ديسمبر. جيت ساعتها قلت لا، طب اقول لك على حاجه، ما تسجلش ما يخص 23 دلوقتي، خليها 24 شيلها كلها. فمصروف كان المفروض يتسجل على البروفيت واللوس السنه دي، رميته السنه اللي بعديها. جيت عملت حركه تانية، رحت للعملاء بتوعي اتفقت معاهم، يا جماعه الخير انا هعمل لكم فاتوره مبيعات وابيع لكم دلوقتي، فانت اشتري مني واعمل مرتجع في السنه الجديده. فالارباح كلها دخلت فين؟ في 23، والمرتجع دخل في 24 برضه. فهنا بيدي فرصه للسي او انه يعمل مانيبيوليشن يعني ايه؟ انه يتلاعب بالقوائم الماليه، ودي سهله. فجت الشركات الكبيره بدات تعمل ايه بقى؟ بدات تدي اوبشن للسي او. مفاده ايه؟ ان هو يقول لك انت لو قعدت معايا 3 سنين هتاخد مني اسهم بقيمه كذا. فهنا الورقه بتقول لك ايه؟ مثلا في 1/1/2000 مثلا 23 you have the option بايه بقى؟ to buy the share at احنا قلنا 31/12/2025 at $15. ايه فايده دي بقى؟ فايده دي ان انا بدي لك تشجيع، ان انا هبيع لك مليون سهم، مليون شير. الشير الواحد انا كشركه هبيعه لك ب $15 بغض النظر سعره كام في السوق. لو سعره ب 20 هدفعك 15 و20 انا الفرق. لو سعره 30 هاخد منك 15 وانا هشيل الفرق. فهنا انا عملت ميكس، او عملت ان انا نجاحي كشركه ربطته بنجاح السي او انه يوصل اللي هو عايزه. لانه مجرد مثلا لو سعر الماركت برايس بير شير في السوق 25، هو يدفع فيه 15. لو خدوا مني النهارده ب 15 وراح الصبح باع هيبقى ب 25 في السوق. تمام. فعشان كده الشركات الكبيره بدات تعمل ايه؟ تعمل الحته دي، انه يربط الاهداف الاستراتيجيه ببعضها، ما تربطهاش بنتيجه اعمال سنه، لا. هو لما يشتغل كويس في الشركه تحقق ماركت شير، الريبيوتيشن بتاع الشركه يزيد، ينعكس ده على ايه؟ على الماركت برايس بير شير فيزيد. طيب في الحاله دي هنعمل كومبير ما بين ايه؟ ما بين ال 15 دي اسمها اكسرسايز برايس، ما بين الاي اكس برايس اللي هو 15، وما بين الماركت برايس ام بي. طيب الحاله الاولى، لو الماركت برايس الراجل ده ما اشتغلش كويس او الظروف ما خدمتوش فنزل ل 12. طيب انت مديني الحق ان انا اشتري منك مليون سهم ب 15 وهو اصلا في السوق ب 12، فاكيد انا مش غبي عشان اروح اسجلها، اروح يعني اعمل اكسرسايز المعامله دي او اخدها. في الحاله دي بنقول ان احنا هنا اوت اوف ماني. طيب لو هو الاكسرسايز ب 15 وهنا ب 20، يعني معنى كده ايه؟ ان انا معايا سهم او معايا ورقه تتيح ان انا اشتري منك مليون سهم، السهم على 15 وهو بره ب 20، فانا كسبان 5 وش. هاخد منك الاسهم اديك 15 مليون جنيه، اخدهم منك اطلع بيعهم بره ب 20 مليون، وخدت 5 مليون دولار كده ايه، وانا زي الباشا. في الحاله دي بنقول ان احنا هنا ايه؟ ان ذا ماني. تمام. طيب if exercised هعمل ايه؟ لو هتعمل اكسرسايز هاخد منه 15 مليون، هاخد منه كاش 15 مليون اللي هي $15 في مليون سهم، 15 مليون دولار، وهو جاي نازل على السوق. انا مش هصدر جديد، تمام. انا هاخد منه فلوس
انزل على السوق اشوف شويه مساهمين عايزين يبيعوا، تعالوا يا جماعه انا عايز اشتري منكم. طيب لو قلنا ان احنا معانا 15 مليون والماركت برايس ب 20، لما نيجي نقول 15 مليون والماركت برايس ب 20، ثواني بس نحسبها، يعتبر هشتري 750 مليون، 750 الف سهم، 750 شير. بس الراجل ده انا متفق معاه على مليون، ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها هصدر له كام؟ 250 الف. فهنا شيرز 750 فروم ماركت و250 ايشود هصدرهم له. تمام؟ طيب ايه علاقة ده باللي احنا بنقوله؟ علاقته باللي احنا بنقوله ان احنا بنقول ان في هنا احتمالية ان انا اصدر 250 جديدة. ال 250 دي تدخل معايا في حسبة الايرننج بير شير. تمام؟ فلما نيجي نحسب بقى هنا دي البيزك اي بي اس بتساوي، انا كان 30 مليون نت بروفيت ناقص 6 مليون المرتبطين بمين؟ بتوع البريفرنس شير، اقسم على ال 7.5 مليون 3.2، ده البيزك. طيب الدايليوتد ايرنينج بير شير بتساوي الجماعه اللي فوق زي ما هم 30 ناقص 6 مليون على ايه بقى؟ انا في الاول انا كان معايا 7.5 مليون، بس ال 7.5 مليون دي هضيف عليها 250 الف، يطلع لي كام؟ 7.5 250 على 7 750 24 على 7 750 يطلع بيساوي كام؟ نحسبها 24 مليون على 7 750 يطلع لي 3.096. تمام؟ طيب بحسبة بسيطة كده وسريعة، الفري شير اللي هي الأسهم الفري اللي هو هنا قلنا إن هي 250 تساوي عدد الأسهم شيرز بير أوبشن في الماركت برايس اللي هي 20 ناقص الاكسرسايز برايس 15 على الماركت برايس اللي هي 20. كأنك بتقول 20 ناقص 15 ب5 على 20 يبقى 25%، تضربهم في المليون سهم اللي انت واخد بيهم الاوبشن نفسه يطلع لك ايه؟ 250. فدي حسبة سريعة. طيب في هنا حتة بسيطة، احنا هنا قلنا ان السهم او الاوبشن ده انا اصدرته في 1/1/23، وفي نفس الوقت قلت اف اكسرسايز. اف اكسرسايز دي ده لسه كمان 3 سنين. طب خلال ال3 سنين اللي انا فيهم دلوقتي ايه اللي يحصل؟ انا ما اعرفش انه سعر البيع بتاع السهم الماركت برايس بير شير هيبقى كمان قد ايه كمان 3 سنين. قال لك خد متوسط الفتره اللي انت فيها، يعني خد متوسط فتره 23 واحسب عليه، وخد متوسط فتره 24 لو اتغير احسب عليه، ما هو كده كده هيتغير نتيجه بقى للسوق، نتيجه لممارساتك انت لشغلك انت، فكده كده هيتغير. تمام؟ طيب الاوبشن نفسه اكيد لو اصدر في 1/1/23 غير ما يصدر في 1/1 او 1/7. تمام؟ انا هنا مشيت لك المثال عنه 1/1/2 23. طب لو الراجل ده جالك في 1/7 في نص السنه وقال لك انا جاي لي اوفر من بره وهمشي، قلت له لا لا طب خليك، انا هعمل لك اوبشن دلوقتي
واحنا قاعدين، ساعتها برضه تعمل له ويتد افريج، تشوف بقى من 1/7 يعني يعتبر 6 شهور، تحسب على 6 شهور. تمام. فده اول شكل من اشكال الدايليوتد. في حد مش متخيل الفكره عشان ندخل في اللي بعديها؟ ها؟ استاذ معاذ السلام عليكم. عليك صورة كده، اتفضل. الفكره مش داخله معايا خالص والله، معلش. مش داخله معاك. طيب بص، فكره الدايليوتد معلش. بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول فيها ان انا عندي ناس معاها ادوات ماليه ليها طبيعه خاصه. بتقول ايه بالطبيعه الخاصه دي؟ ان خد بالك انا ممكن ادخل معاك في الحسبه، انا ممكن الورقه اللي معايا دي احولها لاسهم، فبدل ما انت معاك 7.5 مليون، لا ده انت ساعتها يكون معاك 8 مليون، قول 9 مليون سهم. فساعتها الحسبه هتختلف، انت لما توزع 24 مليون على 7.5 مليون غير متوزع على 10 مليون غير 20 مليون، صح؟ هي حسبه، خلينا اكتبها لك هنا، هي افتراضيه. انت بتفترض الراجل ده انا مديله ورقه تديله الحق ان هو بعد كام سنه ممكن يدخل معايا شريك في الشركه، فانا باخدها في اعتباري من دلوقتي، علشان خاطر قارئ البيانات الماليه يبقى عارف ان في الورست كيس او الورست سيناريو، ان لو الراجل ده استغل الاوبشن ده ودخل معايا شريك، انا ساعتها هيبقى الايرننج بير شير بقى كذا. فهمت قصدي؟ بس هو مش فعلي، الراجل ده لسه محتمل، الله اعلم وقتها هينفذ ولا مش هينفذ. ممكن وقتها سعر الماركت برايس بير شير ينزل ل $10، ساعتها بقى مش هتتنفذ، يبقى انتي دايليوتد. تمام. لان اكيد مش هيبقى سعر السوق بره ب 10 في الماركت برايس وراح اشتري منك ب 15. بس هو انت بتدي حاجه زي ريد فلاج. ريد فلاج لمين؟ لقارئ البيانات الماليه او المستخدم، ان خد بالك في حاجات بره لو اتحولت لاسهم ساعتها ربحيه السهم اللي في ايدك هتقل. واضحه كده؟ وضحها لي اكتر بالحياه العمليه يا استاذنا، يعني هل انا مثلا بدي فلوس لشركه تانية مثلا؟ شركه تانيه ازاي؟ يعني يعني انا مش فاهم مش راكبه معايا مش فاهم خالص الفكره، مش فاهم الفكره. هقول لك ح... على حاجه. انا كحياه اديتك واقع بريفرنس تطبيق شير، عملي. طيب انا اديتك سهم ممتاز. تمام. قلت لك بص، السهم الممتاز ده انت ممكن بعد كده تحوله لسهم عادي. انت معاك كام مثلا؟ معايا 100 سهم، هحول لك يا باشا الواحد من معاك بخمسه، يعني ال 100 سهم ممتاز ب 500 اوردينري. حلو كده. فانا لما اجي اعرض الايرننج بير شير، انا ساعتها هعرضها بايه؟ هعرضها بالطريقتين، في حاله ان انت ما حولتش وفضلت بريفرنس، وفي حاله ان انت حولت وبقيت اوردينري معانا. تمام. تمام علشان كده خاطر واضح لو انت جدا. حولت اكيد ربحيه السهم هتختلف. ما انا لما اوزع زي ما قلت لك، انا لما اوزع 100,000 على 10 كل واحد نصيبه 10,000. طب لو ال 10,000 دول جالي كمان معاهم 10 كان 10 كمان هيبقى 5. فاهمني؟ فالايرننج تمام. واحده ممكن تتاثر او تختلف حسب الكيسز اللي هنقولها دلوقتي. ففي الحاله الاولى البروفيت مش هيتاثر، بس في تو كيسز معانا تانيين هيتاثروا. بس الفكره هنا ان انا يعتبر ضمنيا او افتراضيا انا زودت المقام، زودت اللي هم الويتد افريج النمبر اوف اوردينري شيرز. بناء على ايه؟ بناء على ان في ناس معاهم ادوات ماليه ممكن يستخدموها انهم يبقى حمله اسهم عاديه معايا. فهمت قصدي؟ تمام. طيب نيجي على اللي بعديه. لو انا عندي الحل اللي لسه قايلينه يا استاذ ربيع كده كويس، مش هتاخد معانا وقت. الكونفرتبل ريفرنس شير. تمام. انا عندي الكابيتال ستراكشر بتاعتي، ستراكشر فيها اوردينري وفيها بريفرنس. طيب الاوردينري انا اصدرت 10 مليون. تمام. الاوتستاندينج كان 8، صح؟ لما نرجع نفتكر اللي فوق، اوتستاندينج كان 8، بس الويتد افريج لما حسبته بعد ما عملت تريجري شير بعد ما اشتريتهم بقى كام؟ بقى 7.5 مليون. البريفرنس شير كان معايا قلنا كان 1.2 مليون سهم. طيب الاتفاق عليهم كان على ايه؟ كان على ان البي في ب 100 بار فاليو، وكان بياخد ديفيدند 5%. طيب جيت هنا اديت للراجل بتاع البريفرنس شير ده
قلت له بقول لك ايه، انت شايف الجامعه بتوع الاوردينري شير، انت بتاخد 5%، هيلا 5%. تمام. الناس اللي هناك بياخدوا 17%. طب ازاي يا باشا؟ ده راجل هاي ريسك هاي ريتيرن، ده راجل يعني ايه، يا ياخد يا ما ياخدش. فبالتالي هو الراجل عنده قدره على تحمل الريسك بشكل كبير، فبالتالي بقى يتحمل مخاطر كبيره، انه ممكن يقعد كذا سنه ما يقبضش ديفيدنز. تمام. في نفس الوقت لما بنوزع، لا، العمليه بتظبط معاه حلو. فايه رايك ادي لك الاوبشن، او ان انا اغيرهم لك من اوردينري او من بريفرنس شير لاوردينري شير؟ فقلت له بص، لو عملت كونفرتبل، لو عملت كونفرجن، هخليهم لك كونفرتبل. الواحد بريفرنس هحوله ب5. تمام. طيب ايه اللي يفرق معايا هنا بقى؟ انا عندي 1,200,000 سهم، 1,200,000 في 5 يديني 6 مليون. طيب اف كونفرتد، لو الراجل ده جه حول هنعمل ايه؟ تعالى البيزك اي بي اس عشان نشوف الفرق بين الاثنين. الاي بي اس كان بكام؟ نفس الكلام، 30 ناقص 6 يساوي 24 على 7.5، بيساوي 3.2. لو الراجل ده حول، لو هو ما حولش، لو حول، بيساوي 30 مليون. ركز معايا في دي بقى. هنقول ناقص ايه بقى؟ الناس دي حملت البريفرنس شير، كانوا بياخدوا مني 5% كوميوليتيف، بس هم دلوقتي مش بريفرنس شيرز بقى، هم دخلوا معايا في الاوردينري، فال6 مليون دي اتشالت، ملهاش وجود هنا. ليه؟ لان خلاص مش هياخدها في شكل ديفيدنس منفصله، هو يدخل معايا في البول كله، نرد ال6 مليون اللي كان هياخدهم، نردهم لاصلهم بقى معايا بقى، تعالى اقف في الصف معايا. طيب على ايه بقى؟ انا كنت 7.5 مليون، زود لي بقى المقام تحت، او زود لي المقام تحت بكام؟ ب6 مليون. اللي هم ايه 6 مليون؟ ان انت هنا معاك 1,200,000 سهم ريفرنس، وانا قلت لك انك هتحول السهم الواحد ب5. 1.5 في 2 اهو، 1.2 ب5، يدي لك يساوي ايه بقى؟ 30 على 6 و7.5، 13.5. ثواني، 30 على 13.5 يطلع 2.222. لو عملنا الكونفرجن ده هتبقى 2.2. تمام. فانا هنا بدي ريد فلاج، الارم، بس بقى لقارئ البيانات من هنا بقول له لو حملت الاسهم الممتازه حولوها العاديه، انت بدل ما يكون ليك 3.2 فيبقى لا، هيبقى ليك 2.2. تمام كده. طيب هي هتحصل؟ هي مش تحصل، هي افتراضيه. طيب تعالى مثلا كيس ثالثه. رقم 3. لو انا مثلا مدي كونفرتبل بوند، بيتقال عليها اسمها هايبرد انسترومنت. هناخدها على ما اتذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، في اي اي اس 32، اللي هي الفاينانشال انسترومنتس. ان انت ممكن يكون عندك اداه ماليه تحتمل الاثنين، او فيها جزء liability وجزء equity. طيب انا جيت هنا قلت لك ايه؟ في 1/1/2023 اديت لك اديت لك سندات مثلا ب 10 مليون،
تمام، على اساس ان انت هتيجي تستردها مني، او الماتوريتي ديت بتاعتها في كام؟ 31 12 23 و 25. تمام. طيب في نفس الوقت عندك القابليه او عندك الافيلابيلتي ان انت تعمل لهم كونفرجن. كونفرتبل لوب قد ايه؟ مليون اوردينري شير. تمام. طيب انت معاك سندات، هتاخدها مني بقى، هتاخدها مني 10 مليون كمان 3 سنين، او في ايدك انك تحولها لاوبشن لاوردينري شيرز عندي، هاخدهم منك البونز اللي معاك وادي لك مكانهم ايه؟ اوردينري شيرز. بكام؟ بمليون. طيب انا بدفع انوال انترست بكام؟ الناس دي بدفع 10 مليون دولار في 10%، يعني بدفع مليون انترست اكسبنس. ماشي. الناس دي ما حولتش لغايه دلوقتي وما جبناش سيره التحويل، بس بقول يا جماعه لو الناس دي هتحول، ايه اللي هيحصل؟ انا عندي البي ال، البروفيت اور لوس، تظهر بالطريقه دي. بحمل هنا، عندي هنا ريفينيو، عندي هنا اكسبنس، من ضمنه اهو فاينانس كوست. ده انا مختصر، يطلع لي البروفيت بيفور تاكس، بعد كده التاكس، بعد كده بروفيت افتر تاكس. حد يختلف في دي؟ ما حدش يختلف. لو انا عملت كونفرجن بقى، اول حاجه هتروح من عليا الفوائد اللي بدفعها، مش هدفع فوائد تاني، خلاص مفيش فوائد بتدفع لأداة ملكيه. تمام. يبقى اول حاجه هترد عليا المليون، هتزيد، يبقى البروفيت بيفور تاكس هيزيد بمليون، لان مصروف مش هحمله، فكسبت زياده. في نفس الوقت المليون دي كان عندي التاكس ريت 20%، يعتبر المليون دي لما كانت مصروف بتتحمل كانت بتخفض لي الوعاء او وعاء الربح الخاضع للضريبه، فكانت بتديني اعفاء ضريبي ب 200,000. ساعتها لا، الارباح هتزيد، الربح الخاضع للضريبه هيزيد، فيعتبر خسرت 200,000 وكنت بوفرها. يعتبر النت ان انا يعتبر ايه؟ ارباحي هتزيد ب 800,000. طيب if converted ايه اللي هيحصل؟ if البيزك اي بي اس بتساوي 24 مليون على 7.5 بتساوي 3.2. طب الدايليوتد بتساوي ايه؟ بتساوي، انا كان عندي ارباح بكام؟ ب 24 مليون. خليني اجيب لك المعادله كامله بقى. 30 ناقص الست بتاعت البريفرنس زائد ارباح هتزيد 800,000 بتساوي 24.8. 800 دي اللي هي دي اهي، سهم اهو زياده. طيب تعالى تحت، انا كان عندي كام؟ كان عندي 7.5 مليون، زاد عليهم المليون الجديده بتاعت مين؟ بتاعت الكونفرتبل بوند اللي حملت السندات دول، جم قالوا لي لا خد السندات وادينا اسهم. يبقى انا عندي 24
0.8 على 8.5 مليون. خلينا نحسبها كده بشكل سريع. 24.8 على 8.5 مليون بقى بيساوي كام بقى؟ 2.92. يعني هو 917 خلص 902 92 قصدي. تمام. هنا لما عملت conversion الدايليوتيف earning per share قل، برضو بدي الارم لليوزرز for the users of financial statements. خد بالك الناس دي معاها احتماليه انها ممكن تطبق الاسهم، ان هي تتحول لاسهم او لملاك في الشركه. الناس دي لو اتحولت عفوا، ساعتها نصيبك من الارباح هيقل، فانا بديله ريد فلاج، خد بالك من دي. تمام. طيب خليني اقول لك ان الكونفرجن ده لو حصل ان كيس يعني، وربحيه السهم زادت، لا خلاص ما تعرضش دايليوتد ايرنينج بير شير. ليه؟ لان انت تعملها كالارم بس لمستخدم البيانات الماليه. في حال ان وجوده هيضر بيه اعرض له عشان يبقى عامل حسابه كمستخدم البيانات الماليه. انها في حاله ان هو لما يجي يعمل الكونفرجن ده يحصل والايرنينج بير شير مثلا احنا بنقول لها 3.2 للبيزك هتبقى 3.5 للدايليوتد، لا خلاص هو فين الخطر اللي انت بتنبهه ليه؟ مفيش الارم، مفيش ريد فلاج في حاجه، مفيش مشكله. فساعتها خلاص تعرض بس على الوش الانكم ستيتمنت او على وش البروفيت واللوس ستيتمنت، تكتب تحت ربحيه السهم الاساسي اللي هي 3.2. طب في حاله ان هي اضرت بيه اكتب ربحيه السهم المخفض بكام؟ ب 2.92 او ايا كان. تمام. بس لازم يكون الدايليوتد يكون بيقلل من ربحيه السهم، اقل من ربحيه السهم الاساسي. تمام كده. طيب لغايه هنا في مشكله؟ حد معاه مشكله في كده لغايه هنا؟ تمام يا دكتور. طب ممكن نشوف على القوائم الماليه مدرج في البورصه ولا صعب؟ يا باشا اهي، اصلا ما فيهاش شغل، هي بس برزنتيشن، شايف كده؟ اه تمام. تعال اهو. بص يا باشا، ادي يا باشا البروفيت واللوس اهي. اهو لشركه المراعي. ماشي. اهو ربحيه السهم بناء على ربح السنه العائد الى المساهمين في الشركه، اللي هي النت بروفيت attributable to the ordinary shareholders. تمام. ايه بقى؟ الاساسيه كانت 2.08 عرضها، دي لازم تتعرض. انما المخفضه قال لك كام؟ قال لك 2.05. فالمخفض غالبا بيبقى اقل من الاساسي، لو ازيد مش هتعرضه زي ما قلنا. طيب ده ايضاح رقم كام؟ 32. تعال نشوف ايضاح 32. كده الشاشه واضحه لكله. تعال يا باشا، ربحيه السهم يعتمد احتساب ربحيه السهم الاساسيه المخفضه على المعلومات التاليه. ادي ربحيه السهم للعائد، ربحيه السهم العائد للمساهمين في الشركه وعدد الاسهم، واحسب. تم تعديل المتوسط المرجح لعدد الاسهم للاخذ في الحسبان. ايه بقى؟ اسهم الخزينه المحتفظ بها ضمن برنامج خيارات الموظفين في اسهم شركه المراعي. معنى كده ان هم عندهم تريجري شيرز ممكن يدوها للموظفين في شكل بونص. تمام. فساعتها هو احتمال، هو لسه ما اداها لهمش بس ممكن يديها لهم. طب لو ممكن دخلها معاكم الحزمه من دلوقتي. تمام. ساعتها الاسهم تحت ايدي كشركه، فما دخلهاش في الحزمه. طب لو دخلتها هزود بيها الويتد افريج للنمبر اوف اوردينري شيرز اوتستاندينج. مظبوط. فبالتالي انت زودت المقام، فناتج المعادله لازم يقل.
مظبوط كده؟ تمام يا دكتور. طيب يا شباب نكمل الجزئية اللي فاضلة والأخيرة إن شاء الله في المعيار. تمام، نيجي نقفل على دول. عندي حاجة بعد كده اسمها retrospective adjustments. يعني إيه؟ يعني في بعض المعاملات ممكن تحصل ساعتها لازم ارجع اغير في الكومباريتيف فيجرز، تمام، اللي هي ارقام السنه اللي فاتت. زي ايه؟ انا عندي في معالجتين بيحصلوا. المعالجه الاولى ما بيكونش فيها او without increase in resources. يعني إيه؟ يعني ما فيش زياده في الكابيتال، هي عدد الاسهم بتزيد او تقل بس ما فيش فلوس بتدخل لي. تمام. طيب زي ايه مثلا؟ واحد، عندك شير سبليت. يعني ايه شير سبليت؟ كان عندي مليون سهم، الصبح بقوا 2 مليون سهم. يعني انا معايا سهم، تمام، جت الشركه قالت لي بص تعالى هاته وخد الاثنين دول. فلو ده البار فاليو لو بدولار يبقى ده البار فاليو نص دولار. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو زياده عدد الاسهم، لا الكابيتال اتغير ولا عدد المساهمين اتغيروا. انا كان معايا سهم بقى معايا اتنين. على العكس، شير ريفيرس او سبليت ريفيرس، تمام، كان في 2 مليون سهم، اللي كان معاه 2 مليون قلت له تعالى هات الاثنين اللي معاك وخد واحد. ده كان بنص، عكس اللي فوق بالظبط بقى مليون. تمام، برضو نفس الكلام، مفيش حاجه اتغيرت. انا لا اشتريت، لا عملت تريجري شير واشتريت اسهم من السوق، ولا عدمت اسهم، ولا الكلام ده كله. ايه تاني؟ رقم 3، بونص ايشو. برضو نفس الكلام، هم عدد الاسهم او عدد المساهمين اللي موجودين خدوا اسهم زياده. اتغير ايه؟ عدد الاسهم، بس في كابيتال اتغير، مفيش كاش دخل، مفيش ريسورسز دخلت لي عشان اعمل لها امبلويمنت في العمليه الانتاجيه. تمام كده؟ طيب لما نيجي ناخد لها مثال، تعال نشوف كده في الاكسل كنت مطلع كام سؤال كده من الكتاب. ده مثال من الكتاب، بيقول لك شركه كان عندها 400,000 شير، تمام، ان ايشو لغايه 30 سبتمبر 2003 2012. اتميد بونص شير اوف 100,000، يعني كام؟ يعني 20%. calculate the ABS for 2012 and the corresponding figure of 2021 if total earnings كانت كام؟ كانت 80 مليون 80,000 في 2012، والايرنينج بير شير كان كام؟ كان 17.75 سنت، تمام، او 17 سنت 18 سنت بوينت 75. طيب في الحاله دي انا عندي الايرنينج بيساوي 80,000، الايرنينج ب 80,000. طيب عندي الشيرز ات 1 طب بكام؟ ب 400,000.
بونص ايشو بكام؟ ب 100,000. يبقى بيساوي التوتال شيرز بكام؟ 500. ده التوتال. طبعا الشير سبليت والريفرس سبليت والبونس شيرز والبونس ايشوز بيتعاملوا معامله كانهم من اول السنه، ايا كان تاريخ تطبيقهم. تمام، يعني هنا تاريخ تطبيقهم كام؟ 30 سبتمبر 2012، بس هيتعاملوا معامله كانهم موجودين من اول السنه. تمام. طيب يبقى هنا الاي بي اس بتساوي كام؟ بتساوي 80 على ال 500، كام؟ 16 سنت. طيب لما نيجي نقارن، دي كام؟ دي 22. تعال نشوف 21 بقى. لما نيجي نقارن 21، هو قال لك ان الارباح كانت كام؟ الايرننج بير شير كان كام؟ كان 18.75. لما نيجي نبص على الرقم بالشكل ده، هل معنى كده ان 21 كانت احسن من 22؟ لا. ليه؟ لان الارباح ما اتغيرتش، ومفيش حاجه، يعني مفيش حاجه اثرت في الارباح، مفيش كابيتال زاد فعملت للكابيتال ده امبلويمنت في البروسيس بتاعتي، زود لي الارباح، او حصل عندي مشكله خفضت الارباح. كل اللي حصل ان انا زودت الويتد افريج للاوردينري شيرز اوتستاندينج عن طريق ايه؟ مش عن طريق زياده كابيتال، لا، هي حركه ما فيهاش اي ريسورسز زادت. تمام. طيب في الحاله دي انا برجع اعمل ريتروسبكتيف ادجستمنت على الفيجرز بتاعه 21. طب هو هنا مش مديني داتا ال 22 ال 21. تمام، بس مديني ايه؟ الشير. انا ممكن اعملها، لانها كده كده ثابته، المفروض اخد ب 400,000. بس انا هنا هعمل ايه بقى؟ هعمل ترانزاكشن تاني او كالكوليشن تاني. هقول بيساوي ال 18 انجي بالشير القديمه في، افتح قوس، 400. 400,000 دي اللي هي قبل الزياده على ال 500 اللي بعد الزياده، واقفل القوس، يطلع لك 15. بمعنى كده، معنى ايه بقى؟ يعني معنى ده ايه؟ ان انا لو عملت ريتروسبكتيف ادجستمنت على ارباح السنه اللي فاتت بنفس اللي حصل السنه دي، اللي هو البونس ايشو، كان اعتبرت ان هو طاقم السنه اللي فاتت. ليه؟ لان هم حمله الاسهم اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت هم اللي موجودين دلوقتي، هم اللي خدوا. فطبق البونس ايشو ده كأن بتوع السنه اللي فاتت خدوه السنه اللي فاتت برضه. تمام، علشان ككومباريزون فيجرز او كومباريتيف فيجرز تبقى الارقام مظبوطه. تمام، فانت هنا يعتبر بتقارن كام؟ خلينا بس نطلع دي فوق بقى عشان نحطهم قدام بعض. انت بتقارن كام بكام دلوقتي؟ 15 سنت السنه اللي فاتت ب 16 سنت السنه دي. كده الكومباريزون تبقى مظبوطه، انت بتقارن صح. طيب نقول تاني اللي حصل. اللي حصل ان انا زي ما قلنا، في حال لما يكون في شير سبليت او ريفرس سبليت او بونس ايشو، اللي هم الثلاث حالات اللي ما فيهمش ريسورسز زادت، اللي هي increase النمبر اوف شيرز او decrease النمبر اوف شيرز without any change in resources، مفيش اي تغير في المصادر. تمام، اللي هي الموارد يعني اقصد. طيب بعمل ريتروسبكتيف ادجستمنت على الكومباراتيف فيجر بتاعت السنه اللي فاتت، كأن الترانزاكشن اللي حصلت السنه دي هي اللي حصلت السنه اللي فاتت بس. تمام، بعمل ايه؟ بشوف الايرننج بير شير السنه اللي فاتت واضربه في البسط، يبقى عدد الاسهم قبل الزياده، المقام عدد الاسهم بعد الزياده، يطلع لك قيمه اي بي اس ادجستد بالترانزاكشن اللي حصل السنه دي، سواء كانت ريفرس سبليت او شير سبليت، او ريفرس او شير سبليت يعني اقصد، او البونص ايشو. تمام، فدي اول حاله. حد عنده مشكله في دي؟ طيب كده ما حدش عنده مشكله، ودي حاجه ممتازه. نيجي للحاله الثانيه. ايه الحاله الثانيه بقى؟ الحاله الثانيه
عندي هنا في حاجه اسمها ايه بقى؟ رايتس ايشوز. اصدرت رايتس. طيب الرايتس دي with increase in resources. في زياده في الموارد بس with discount. يعني جيت على حمله الاسهم السنه دي، الماركت برايس بير شير مثلا نقول $5 مثلا، بس الرايتس اكسرسايز برايس بكام؟ انا هصدر اسهم جديده بس هصدر لك السهم $1 فور مثلا for every 5 shares 1 نكتبها 1 بقى رقم اوبشن. تمام. طيب الحاله دي بتاعت الرايتس ايشوز، الرايتس ايشو مختلفه عن الثلاث حالات دول. ليه؟ عشان الثلاث حالات دول اللي هي وداوت ريسورس مفيش كاش اصلا، مفيش حركه كاش نهائي تمت. تمام. فلما اجي اعمل ادجستمنت على برسبكتيف ابلكيشن، يعني ابلكيشن، ما بتفرقش معايا في حاجه. انما المشكله هنا ان انا عندي كاش فعلا بس ديسكاونتد. تمام. في الحاله دي بعمل حاجه اسمها، بطلع حاجه اسمها theoretical x right. تمام. طيب ايه اللي بيتم فيها؟ زي ما قلنا انا عندي 5 اسهم، وليكن مثلا الخمس اسهم دول $5 يعني 25. 5 اسهم في $5 25، واصدرت واحد سهم واحد، وواحد بقى كام؟ واحد، يبقى 26. تيجي تقسم ال 26 على الستة يطلع لك رقم جديد. الرقم ده اسمه theoretical، وده بنستخدمه نجيب منه حاجة اسمها بونص فراكشن. تمام. تعالى ناخد مثال اكسل احسن على الاكسل عشان خاطر نبقى فاهمين الارقام راح فين وجايه منين. طيب شركة اي بي سي عندها 100,000 شير in issue during financial year 2021. في 21 كاملة كان عندي 100,000 سهم، بس خلال في 30 سبتمبر 2022 it then makes ايه بقى 1 for 5 rights issue. هتصدر واحد لكل 5. اللي معاه 5 اسهم هدي لك الرايتس، اللي معاه 5 اسهم ممكن ياخد سهم جديد. طيب في 1 اكتوبر 2022 at a price of $1. البرايس $1. The market price on the last day of quotation with rights كان كام؟ كان 1.6 before the right issues. before the rights issue. الريكوارد دي بقى calculate the earning per share for the year ended 31 ديسمبر 22 and the corresponding figure for 2021 giving total earnings كام؟ 50,000 في 22 و21 كان ب 40,000. نقول تاني الكيس هنا ان انا عندي اسهم ليها ماركت برايس، انا هدي لك رايت ايشوز. رايتس ايشو مفاده ايه؟ ان انت اللي معاه 5 اسهم وعايز يشتري سهم جديد ماشي، وهياخد السهم الجديد $1 مش بالماركت فاليو، هيشتريه بديسكاونت. طيب نيجي نحسب هنا بقى. انا هنا عندي كان كام؟ 5 اسهم القدام اللي في ايدي. طيب الماركت برايس بير شير 1.6، يبقى الماركت برايس بير ال5 شيرز $8. بقى ليا الحق ان انا اخد سهم جديد وهاخد السهم $1،
يبقى اجمالي الماركت برايس بير شيرز الخمسه اللي معايا 9، ال8 القدام وواحد قيمه الشير الجديده. بنجيب حاجه اسمها theoretical اكس رايت برايس. يعني ايه؟ يعني نظريا الست اسهم اللي معايا مكلفيني كام؟ 9. يبقى نظريا الكوست بير شير او البرايس بير شير بكام؟ 1.5 للسهم الواحد. خدت اجمالي التكلفه او اجمالي الماركت برايس. هي مش ماركت برايس بس، هي ماركت برايس بلس الدولار بتاع الايه الرايتس ايشو. طيب بقى 9 على 6.5 يطلع لي حاجه اسمها الثيوريتيكال. الثيوريتيكال دي ايه؟ النظريه. دي حاجه ما بتحصلش، مش في ارض الواقع، بس نظريا كده. يعني انت مثلا زي ايه؟ لما تروح تشتري 5 حاجات، مثلا 5 ازاز زيت يا عم، الازازه ب 100 ادي 500، وقال لك هدي لك كمان 2 فري او واحده فري، فانت بتقسم السته على ال 500. هي نظريا ازازه الزيت بكذا، بس فعليا انت واخد 5 وواحده فري. دي نفس الفكره. تمام؟ انت يعتبر متكلف، او الماركت برايس بير 5 كانوا 8 دولار وواحده، يبقى كده 9 اللي هو دولار، يعني يبقى كده 9 على الست يطلع لك ايه؟ الثيوريتيكال بواحد ونص. طيب في حاجه اسمها البونص فراكشن. البونص فراكشن دي بنستخدمها علشان خاطر ان احنا نعمل ادجستمنت، تمام، للفيجرز بتاعت السنه اللي فاتت كريتروسبكتيف. برضه دي فيها ريتروسبكتيف ابلكيشن او ادجستمنت عشان نعدل الارقام اللي فاتت، لان برضه عدد المساهمين ما اتغيرش، بس هنا الكابيتال اتغير. عشان كده بنطلع حاجه اسمها بونص فراكشن. البونص فراكشن ده يعني ايه؟ يعني بقسم الماركت برايس بير شير على الثيوريتيكال. لما تشوف المعادله من جوه قسم لك ال 1.6 على الواحد ونص. واحد ونص ليه؟ الثيوريتيكال، فبتقسم الماركت برايس على الثيوريتيكال يطلع لك 1.7. طيب لما نيجي نعمل ري ادجستمنت تاني او ريتروسبكتيف ادجستمنت تاني، ادي عند السنه اللي فاتت كان قايل لك انها 40000، والسنه اللي فاتت برضه في 21 كامله كانت 21، كانت 100000، والبونس فراكشن 1.7. يبقى لما تستخدم بقى تقسم ال 40000 اللي هو الايرننج على ال 100000 في 1.07، يطلع لك ان المفروض الادجستمنت بتاع الايرننج بير شير السنه اللي فاتت كان 375. طب هو في العادي قبل ما نعمل الحركه دي كان 40 على ال 100، بس ما ينفعش ان انا اطبق دي دلوقتي، لان لو طبقتها دلوقتي مش هتدي ارقام صح. الكومباريتيف فيجرز غلط لان في حاجات اتغيرت، فلازم اعمل ريتروسبكتيف ادجستمنت على السنه اللي فاتت زي السنه دي عشان اعرف اشتغل. تمام؟ او يبقى الكومباريزون مفيد او صح. طيب عملت ريتروسبكتيف ادجستمنت على السنه اللي فاتت بقى 375. تعال نطبق السنه دي. السنه دي النت بروفيت اتريبيوتبل تو ذا اوردينري شير هولدرز بكام؟ هو قال لك فوق ان هو 50000. طيب تعال لما نيجي نحسب الويتد افريج بتاع السنه دي، قال لك ال 100000 لوحدها لغايه كام؟ 30/9. اضرب ال 100000 في 75% للويت عشان دول 9 شهور في 1.07، بتضرب الشير هو الشيرز اوتستاندنج بيفور ذا اكس رايت ديت في 1.7 1.07 اللي هي بتتضرب في بسم الله الرحمن الرحيم، بتتضرب في البونص فراكشن، يطلع لك بقى 80000. والجديد مش محتاج لان خلاص هي ال 120 في ال 25 اللي هي شهر 10 و11 و12 اللي هي 25%. بونص فراكشن مفيش لان خلاص انت سمعت الزياده هنا في ال 120. تمام؟ يطلع نوق منهم 30000. يبقى اجمالي الويتد افريج للنمبر فور ديني شيرز اوتستاندنج بكام؟ 110. طيب 110 تضرب عليهم كام؟ تقسم عليهم ال 50000 يطلع لك ان الايرننج بير شير السنه دي 455. تقرب السنه اللي فاتت بعد ما عملنا له ادجستمنت بقى بكام؟ بقى ب 375. تمام؟ بس دي ممكن ما توضحلكوش دلوقتي، بس مع الوقت، بس لما تسمع الفيديو مره واتنين وتحل بايدك هتظهر معاك. مع اسئله الامتحانات دلوقتي برضه ناخد سؤال من الامتحان هتظهر معاك اكتر. تمام؟ حد عنده استفسار ولا مستر ندخل؟
اتفضل. مستر معاذ، هو لو مثلا حد ذاكر الفيديو بعد ما احنا خلصنا مثلا وفي حاجة وقفت معاه وهو بيذاكر، ممكن يسأل حضرتك في السيشن اللي بعدها عادي ولا هيبقى لا، ارفع بيعطل؟ على الجروب عشان تبقى اول باول، عشان ارفع الجروب تقفل. على استفساري يعني. اه، ارفع الجروب عشان تقفل اول باول، ما تستناش السنه السيشن اللي بعديه. تمام يا مستر، شكرا، شكرا يا مستر. تمام، عفوا. طيب كده خلاص، ناخد سؤال من السنين اللي فاتت. طيب السؤال ده غالبا اسئله الاي بي اس ممكن يجي لوحده، او غالبا ساعات بيجي مع معايير تانية، يقول لك انا حصل فيها تعديل فالايرننج اتغير مثلا. ففي السؤال ده كان السؤال ده اكسهبت 3، ف1 و2 كانت متعلقه بالليز والبي بي اي. تمام. في معالجات كانت غلط حصلت، المعالجات دي لما اتعدلت غيرت في الايرننج، لما غيرت في الايرننج اثرت على حسبه الايه؟ الاي بي اس. طيب بيقول لك the draft financial statements of Gamma for the year ended 31 مارس 2015 show a profit after tax بكام؟ ب 10 مليون. This amount is before taking account of the implications of the information in exhibits 1 and 2. كان الايرننج كان كام؟ البروفيت افتر تاكس كان 10 مليون، بس ده قبل ما نعمل الادجستمنت بتاعت الايه؟ اللي كانت موجوده في exhibits 1 و 2. طيب after answering exhibit 1 and 2 increase in profit by كام؟ 2 مليون 254. يبقى الايرننج بير شير الحسبه اتعدلت من 10 مليون ل 12 مليون 250. طيب في 1 ابريل 2014 جاما هاد 70 مليون اوردينري شيرز، عندها 70 مليون اوردينري شير and 50 مليون بريفرنس شير ان ايشو. The preference shares are irredeemable، غير مستردين. غير مستردين يعني equity. لو مكتوبه redeemable او callable دي بقت liability خارج الحسبه. تمام، فهي طالما قال لك redeemable دي يعني ايه؟ دي كده equity. And then the preference dividends are discretionary يعني اختياري. في 1 اكتوبر 2014 جاما made 1 for 4 rights issue. The new share were issued at a price $1 per share. السهم الجديد اللي هيصدر بناء على الرايتس ده، الرايتس دول $1. في 1 اكتوبر 2014 the shares of Gamma had a listed price of 1.5 immediately before the rights issue. الماركت برايس قبل الاكسرسايزنج للرايتس دي كانت بكام؟ 1.5. The right issues was fully taken up، اتعملت بالكامل. في 31 ديسمبر 2014 جاما paid a dividend of 3 مليون to its ordinary shareholders. عادي، انت لما بتيجي تدفع ديفيدنس بتقول ايه؟ بتقول ديبت ريتيند ايرنينج، كريدت الديفيدند بيبل، وبعد كده تطلع من البنك، ملوش علاقه بايه؟ بالبروفيت اللوس. طيب and 2 مليون to its preference shareholders. دي بتفرق معايا، لان انا لما جيت احسب النت بروفيت خفضت منه التاكس، خفضت منه النون كنترول انترست اللي الحصه غير مسيطر عليها، وخفضت منه الديفرنس للبريفرنس شيرز هولدرز. تمام. required using the information in Exhibit 3 and the adjustment for the lease and the purchase of property plant and equipment. Compute the earning per share of Gamma for the year ended 31 مارس 2015. Comparative figures are explained and the explanations for your calculation are not required. مالكش دعوه باللي فات، خليك في دلوقتي. اعمل لي ريكالكوليشن للاي بي اس السنه دي. طيب احنا قلنا الحل بقى، البروفيت قبل الادجستمنت كان كام؟ كان 10 مليون. نتيجه الادجستمنتس اللي حصلت في اكسبتس 1 و2 الارباح زادت بكام؟ ب 2 مليون 254. وقلنا الديفيدند بيد تو بريفرنس شير هولدرز بكام؟ ب 2 مليون تتشال. يبقى انا عندي الايرننج اللي هيبقى attributable to the ordinary shareholders بكام؟ الايرننج ب 10 مليون 254. تعالى البونص ايشو 4 اسهم بواحد ونص يعني كام؟ ده عدد الاسهم 4، 4 في 1 ونص ب 6. افتر ايشوينج الرايت بقى كان بكام؟ الرايتس كانت بكام؟ دي دولار، مش سهم واحد السهم بدولار. يبقى انا عندي كده اجمالي 7.5، 7 دولار على الخمسه يديني 1.4. تمام. طيب الارباح انا كان عندي 7 مليون، ال 7 مليون هنجيب هنا البونص، البونص فراكشن بتساوي ال 1.5، خلينا نقول بيساوي 1.5 على الرقم ده.
طلعت 1.07 برضه. تضرب ال 70,000 70 مليون 70 مليون في، هو هنا الكلام على انه كام؟ حصل في اكتوبر 14. تمام. في السنة المالية المنتهية في مارس 2000 وكام و15، وده في اكتوبر 14، يعني كده 6 شهور. يبقى في نص اللي هم 6 شهور في الرقم اللي فوق ده، طلعت 37,500 اللي هي دي 70 مليون في نص، واحد ونص على 4 اللي هي البونس فراكشن. طيب السنة الجديدة خلاص مفيش بونس فراكشن لأنها موجودة، بقت كام؟ 70 مليون في النص في 5/4 دي اللي هي الفراكشن برضو، بس مش البونس فراكشن. المفروض إنها اتطبقت 70 مليون يساوي 70 مليون على في 6. ال5/4 دي 70 مليون، هي بونس فراكشن. ثواني، 5/4 70 مليون في النص عشان دول 6 شهور. 5/4 اللي هم كانوا 5 أسهم على 4، اللي هم ال5 الجداد على 4 القديم. تمام، يطلع لك 43 مليون 750. يبقى إجمالي الويتد افريج for the number of ordinary shares بقت 81. تقسم الرقم الجديد ال 10 مليون اللي هي الربح اللي فوق ده على ال 81 مليون دول، يطلع لك 13 سنت. لما تكبرها شوية يطلع ال 12 مليون ال 12 سنت، عفوا 12 سنت، يعني 12 سنت بوينت 6. تمام. طيب حد عنده استفسار لغاية كده؟ كده ده مثال من امتحان. في حد عنده استفسار في أي حاجة؟ طيب يا جماعة لغاية كده يكون إن إحنا الحمد لله انتهينا من معيار الاي بي اس earning per share. ربنا يوفقكم جميعا، وإن شاء الله زي ما قلنا نبعت بس على الجروب ليا أو لعبد الرحمن. أنا هعمل دلوقتي هكتب حاجة على الجروب كده عشان خاطر الناس تاخد بالها، واللي مش حاضرين برضو يعملوا حسابهم على كده. يبعتوا لي أو لعبد الرحمن، هنعمل جروب إن شاء الله منفصل للناس اللي داخلة امتحان. تمام. شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله.